ازاي تقدر تمتلك محل تجاري او تستثمر في محل تجاري؟ في 3 عوامل رئيسيه لازم تكون متوفره في المكان وفي المول. اول حاجه الترافيك، لازم يكون المنطقه عليها ترافيك كبير جدا جدا، لان لازم ان يكون في عوامل رئيسيه بتحرك المحلات دي. بمعنى ايه؟ يعني مثلا في ترافيك ثابت زي الكثافه السكانيه اللي موجوده في المنطقه، في ترافيك متغير زي المحاور اللي حوالين المنطقه او حوالين المول اللي فيه المحل بتاعك. النقطة الثالثة يكون عامل الندرة موجود. كده كده المحلات هي بتبقى الدور الأرضي والأول والتاني في أي مول، أو ممكن تزيد كمان التالت والرابع، بس دي في حالات نادرة جدا جدا. ولكن بالنسبة لعدد الوحدات اللي في المول هتلاقي دايما التجاري في عامل ندرة، أقل عدد وحدات بتكون في التجاري، وأكتر نسبة تميز بتكون في الدور الأرضي والأول. فبالتالي كل شوية عامل الندرة بيزيد في المحلات التجارية. الترافيك بنتكلم فيه ترافيك ثابت وترافيك متغير، مسافه سكانيه ومحاور. اللاند مارك بقى اللي حوالين المنطقه دي مهمه جدا جدا، زي مثلا لو انا هضرب مثلا منطقه الام يو 23 المدينه الرياضيه مباشره، منطقه استاد العاصمه الاداريه او استاد المستقبل سيتي اللي قدام منطقه الام يو 23 او قدام المدينه الرياضيه، علامه مميزه. منطقه زي الداون تاون عليها كثافه ترافيك عالي جدا جدا، وفي عوامل جذب داخليه، يعني مثلا زي سوق الذهب، حي التراث، حي الموضه، شركات الادويه، شركات البترول، الداتا سنتر، شركات التامين. فانا اوريدي عندي علامات مميزه اقدر ان انا اوصف من عليها المحل بتاعي، زائد كمان هي بتخليها علامه مميزه ان انا قدام كذا. كذا دي تبقى بفلوس، ليه؟ لان هي تبقى ليها نسب تميز. انا مثلا لما ببقى قدام لاند مارك معروف جدا، مثلا قدام البرج الايقوني، فخلاص انا كده كده في عوامل جذب هناك، في تجمعات بتحصل هناك، فبالتالي انا بيبقى ليا نصيب في المحل بتاعها في الاستثمار. ففي ال3 عوامل دولت مهمين جدا: الترافيك، اللاند مارك، وعامل الندرة. ازاي بتكسب بقى من المحل ده؟ انت حضرتك حسبة بسيطة جدا. المحلات التجارية ليها عرف كده، نسبة معينة دي بتبقى مكسبك او بتبقى اجارك. ازاي؟ بتشوف المحل الاجمالي بتاعه قد ايه، وهو من 8 ل 10%، ده اللي بيبقى الايجار السنوي بتاعه. مثال: محل بمليون جنيه، الايجار بتاعه هيكون بيتراوح ما بين ال 80,000 لل 100,000. بسيطة، من 8 ل 10%. فانت بحيث حسبة بسيطة جدا، انت اشتريت محل ب 10 مليون، يبقى انت الايجار بتاعك من 800,000 لمليون. انت اشتريت محل بمليون، يبقى من 80,000 ل 100,000. الموضوع بسيط جدا يعني. فانت لو عليت النسبة دي اكتر من 10%، فانت مبروك عليك، انت عملت يعني دبل انفستمنت، او زي ما بيقولوا يعني انت عملت دبلنج للبروفيت بتاعك. لو اقل من كده لا، ما تخشش في الموضوع ده. انت بتحسب ازاي؟ بتعرف ريت الايجار اللي موجود في المنطقه على المتر الواحد، وبتضربه في المساحه بتاعتك، وبتشوف الاجمالي. لو راح في حته 8 ل 10% من اجمالي ثمن الوحده، يبقى انت كده مظبوط. شكرا.